يا عالمي يا عالمي، الاهلي مستنيك وبيفاتح دراعاته ليك، وكابتن سيد عبد الحفيظ بيقولك خلص بقى بسرعة، مش عايزين كلام كتير. لكن للأسف الشديد مشكلة كبيرة بتواجه صفقة حامد حمدان للنادي الأهلي. مشكلة ايه هي؟ نادي الزمالك تصور ان الاهلي في حالة انه تعاقد مع حامد حمدان من غير موافقة الزمالك تحصل مشكلة كبيرة جدا جدا. لا فهمني كمان هفهمك. اول حاجة نادي الزمالك معرفش يخلص حامد حمدان ايام لما كان سعره ما يكملش اي حاجة. يعني تصور ان حامد حمدان من 6 شهور في انتقالات الصيف اللي فاتت كانوا ما كانش يعدي ال 30 مليون. متصور 30 مليون. المهم ان في كلام بيثار دلوقتي ان نادي الزمالك مخلص كل حاجة مع حامد حمدان. فعلا مسؤولين رسميين ووكيل اللاعب طلعوا واتكلموا في الجزئية دي وقالوا ان 20 مليون جنيه اتدفعوا، الزمالك هياخد توقيع حامد حمدان رسميا بدون اي دخول في مزادات علنية، سواء مع بيراميدز سواء مع اندية خليجية او ليبية. لكن القصة مش في هنا بس، لا ده الزمالك تقريبا موقع مع حامد حمدان عقود رسمية بكده، يعني عقود تفعل بمعنى ان حامد حمدان ما يقدرش يخطي خطوة من غير ما ياخد اذن الزمالك. طب ومشكلة القيد؟ هي ملهاش دعوة بمشكلة القيد، لان اللاعب فيه عقود ملزمة بينه وما بين نادي الزمالك. طب اللاعب ما تسجلش، لكن فيها اكتر من حل قانوني. دلوقتي الاهلي عايز حامد حمدان بشده. ترب لما شافه اتجنن وقال ازاي ده بيلعب في الدوري المصري في فريق منتصف جدول، ده المفروض يلعب في فريق اكبر واحسن وافضل من كده بكتير جدا جدا. ومن ساعتها السيد عبد الحفيظ عمال يدور ويشوف يعمل ايه عشان يقدر يجيب حامد حمدان. دلوقتي الاهلي قدام 3 حلول: انه يسيب الصفقه، ودي حاجه صعبه جدا لان الاهلي محتاجها على المستوى الفني، خصوصا ان لو اليو ديانج مشي حامد حمدان هو البديل الرسمي والصحي ليه، وكمان هيقدر يشكل ثنائيه رائعه جدا 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 مع امام عاشور، ويبقى معاهم مروان عطيه. اعرف ان بقى معاك خط وسط بيرفكتو. الحل الثاني ان الاهلي يدفع الغرامه اللي ممكن تتوقع على حامد حمدان او الشرط الجزائي الموجود، ويدفع كده حق انتقاله لنادي الزمالك بس في ايد بتروجيت. يعني بمعناها ان بتروجيت هياخد المبلغ يسدده للزمالك وياخد مبلغ برضه صغير ويبقى معاه اكتر من لاعب اعاره. الحل الثالث بقى ان اللاعب ينتقل لنادي الزمالك، وده تبقى خساره فنيه ترب ولا كابتن سيد عبد الحفيظ هيقدروا انهم يقبلوا بيها. الموضوع مفتوح على كل الاحتمالات. طب وحامد حمدان رايه ايه؟ حامد ما فيش حاجه اهم عنده من ان الفريق اللي يروح يلعب فيه اساسي ياخد وضعه ويكمل على نفس المستوى اللي بني بيه، لانه عايز ينضم لمنتخب بلاده بشكل مستمر وعايز رجله تبقى في الملعب. الايام اللي جايه هتشهد صراع كبير جدا جدا، سواء على مستوى المزايده في الصفقه او المستوى القانوني لو حصل في الامور امور. تفتكر بقى حامد حمدان وجهته النهائيه هتبقى فين؟ لنا رايك في التعليقات.